النصب بيكون على المصريين بس، الاستغلال بيكون عن المصريين بس. يسعد صباحكم بكل تفاؤل ونجاح. اليومين اللي فاتوا طبعا عملت فيديوهات كتير جدا عن الاستغلال وتوعيه للشباب، معلومات عن الاستغلال والنصب وازاي تجيب حقك، اليوميات بتبدا من كام والسكن والكلام ده كله. وقلت الناس بتستغل والناس بتاخد ارشلمات من الحكومه وتاجرها وتعمل احلى فلوس على اولاد بلدها. طبعا النصب بيكون على المصريين بس، الاستغلال بيكون عن المصريين بس. ما يقدروش ينصبوا على جنسيه ثانيه عشان الجنسيات الثانيه بيقفوا جنب بعض ايد جنب ايد، ما بيسيبوش حقهم يضيع ابدا. ده اولا. فطبعا الفتره اللي فاتت كذا حد كلمني، جاب تليفوني: السلام عليكم انا فلان، انا والله انت فتحت عيون الناس علينا، والعيال شغاله معايا ب 50 يورو. جاني يكلموني يقولوا في واحد نزل فيديو ان اقل يوميه 65 و70 و75. قلت له اه صح، ايه 50 دي؟ قال لي ما هم راضيين. قلت له خلاص انا جيت يمتك، ايه هم راضيين وهم موافقين يشتغلوا معاك بالسعر ده. انا جبت سيره اسمك، قال لي بس فتحوا دلوقتي وعاوزين يوميات اعلى وكده. قلت له ربنا مش مرضيك؟ قال لي ربنا مرضين. قلت له عندك بيت في مصر وعندك عربيه وشاري اراضي، ما تراعي ربنا في النار. 50 دي ترضاها لنفسك؟ قال لي لا. قلت له خلاص. قال لي بس هم راضيين ودي مساله عرض وطلب. قلت له لا، ده استغلال. العرض والطلب بيكون عرض وطلب بما يتناسب مع سوق العمل في اليوميات الحاليه او اليوميات الطبيعيه اللي الناس بتاخدها، انما ده استغلال ونصب، ليس عرضا وليس طلبا. تمام؟ ما بتكلمش انت واحد جاهل قاعد على مصطبه. ده اولا. ناس تانية كلمتني في موضوع سكنات: يا عم الحاج احنا مأجرين سكنات والناس راضيه، اللي بتفتح عينهم علينا. ولقيت الناس جايه تسالني فين العقد وعاوزين نعرف انت بتدفع كام وعاوزين نعرف التامين بتاعنا بيروح فين والكلام ده كله، والكهرباء وعاوزين نشوف الفواتير. قلت له حقهم يشوفوا الكلام ده كله طبعا، مش انت بتاخد فلوس. قال لي اصل انا جايب الشقه شلم وانت عارف والدوله وكده ممكن يبلغوا عني ويودوني في داهيه، وانت كده فتحت عيون الناس علينا وعيون الشباب علينا. ما يفتحوا عليكم. انا جبت سيرتك بحاجه؟ انا اتكلمت عنك انت بحاجه؟ انا بتكلم عن مشاكل وظواهر اجتماعيه موجوده في فرنسا بالنسبه للمصريين، وانا ماليش علاقه باي جنسيه تانية. انا مصري مش فلبيني، فانا بتكلم عن جنسيه بشوف اغلب الناس بتستغلها. وانا اول ما جيت ناس كتير جدا استغلتني في يوميات واستغلتني في سكن، وما لقيتش حد يوعيني ولا لقيت حد يديني معلومات كويسه امشي بيها، ولا لقيت حد يفهمني الصح من الغلط. طبعا يا جماعه من الاخر خالص كده، اخر حد كلمني لقيته بيهددني، يعني بيقول لي انت ازاي تعمل كده، انت بتفتح عيون الشباب علينا وما اعرفش ايه، انت لسه جاي جديد في البلد مش فاهم حاجه، ما تسيب الناس زي ما هي شغاله والناس زي ما هي بتعمل وخلي الوضع يبقى كما هو عليه. قلت له حضرتك عندك مشكله ولا ايه؟ انا جبت سيره اسمك؟ قال لي لا. قلت له جبت ايه سيره اسم شركتك النصابه اللي انت عندك شباب وبتنصب عليها؟ قال لي لا. قلت له طب الناس اللي انت مقعدهم عندك وواكل عليهم فلوس مؤلفه، الافات مؤلفه، ناصب عليهم وكلهم شباب جداد، جبت سيرتك؟ قال لي لا. قلت له الشباب اللي عندك كلموني ان انا افضحك وانا ما رضيتش افضحك ولا اجيب سيره اسمك ولا اسم بلدك علشان هم اساسا خايفين، وانا ما بحبش الناس الجبانه. جبت سيرتك بحاجه؟ قال لي لا. قلت له خلاص بتكلمني ليه؟ قال لي اصل الكلام ده فتح عيون الشباب علينا وما اعرفش ايه، والناس هتبدا تطلب بحقها ومش حقها، وقال الله وقال الرسول. قلت له لا، ما تجيش عند الدين، انت غير اهل دين، انت نصاب وحرامي وجعان، جاي من مصر كده جعان. بقالك سنين في البلد دي بس انت جعان. فبلاش تخليني احطك في دماغي، لان ما بحبش احط حد في دماغي خالص، لان انا في حالي وفي طريقي بعمل فيديوهات. شايف الفيديو جه على الجرح، ابعد عني، مالكش دعوه بيا. اما ابقى اجيب سيره اسمك ابقى تعالى كلمني قول لي ذكرت اسمي ليه، ساعتها يبقى ليك حق. انما جبت سيره اسمك يا نصاب يا حرامي يا جعان منك له، محدش يتكلم. وخليكوا زي ما انتوا جعانين يا شويه جعانين، وانا هفضل اعمل حملات توعيه للشباب وابين للشباب حقوقها ايه وواجباتها ايه، عشان الناس يكون عندها يقين وعندها معلومات تفيدهم في فرنسا. يا شويه جعانين يا شويه نصابين، واللي على راسه بطحه يحسس عليها. يا جماعه اشوف وشكم على خير، السلام عليكم. وانا ما بخافش من حد.